صدق ما تستحي وما عندك اخلاق. هو هذا مو؟ اطلع برا كون. شكو شلون تفوتوني كل المحل؟ هاي عليها حق. تعال اطلع برا ياكس المحل على راسك. تعال. يعني شنو تهددني؟ حلو، انت من هذا النوع تدور فلوس. اقول لك اذا هو ريحته ما طيبه عادي انسبحه وينظف، بس سوي على قلبك الوسخ شلون ننظفه؟ ابو حميد الحكي ما يفيد. تعال اطلع برا ذات الرجال. عبيد ما يحتاج، اطلع بعدين افهمك. وهل كم هسه لاحقك؟ عبودي يعني انت صدق تحكي ما فهمت الموضوع؟ ابو حميد صدق تحكي؟ ليش ما خليتنا نتعارك؟ عبود ايش تتعارك؟ ترى هذا فارغ بس يدورون فصول. ابو حميد روح، كل هذا اللي يصير بيه من وراكم من ورا فهد، جاكم على خويته. انا هم صدق شغلته وياي والله يا الله. اقول لك ياب شنو ابو حميد صاير شو وياه؟ شو معزل من وقت؟ وانا ايش ما ادريني ليش شنو ما طالع شغل اليوم؟ لا ياب مو تفتيحه مال الصبح كانت علي، فالظهر اخذت استراحه وراحت علي نومه. ما ادري بعد، بس شفت هذا صديقكم الجديد جعفر ما ادري شو اسمه طالع فرع على المحلات. يلا ما طول ما عندي شيء، خلينا ننظف لك المحل. قهرت عليك بس اهم شيء معجونين. حمزه جايك بشغله واريدك توقف لي بيها. امرني عبيد، ان شاء الله ما اقصر وياك. هذا فهد من عاف ابوه واشتغل بالشمبار، ما جتنا بس المشاكل. هو هذا فهد ملعب بس ابوه خوش رجال. ايهاب اليوم انا قررت نلم اصحاب المحلات ونروح على ابوه. متفقين؟ انا هم من حسابه يمي كلش ثقل. تقي قررت اجمع اهل المحلات ونروح على ابوه. ماشي عبود حبيب ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو مسوي هالمره؟ احنا ما نريد نطول عليك، ابنك فهد لو ترجع يمك لو تلقى له حل. هاك تفضل، تجيك انت هايم وانت نايم، وانا شو مسوي؟ حتى شغل ما طالع اليوم. ابني دقيقه خل نفتهم. حمزه سولف لي شكو ايش صاير؟ ابنك فهد من اشتغل بالشمبر يوميا مسوي لنا هوسه، بقي يمك واحنا ندز له مصروفه اذا ما عندك. في مال له، يلا شباب. حلو، كلكم سويتوا تحالف علي؟ استقبلوا منه وجاي. يا انت لا تتدخل.